يعني حتة بقى كده جوايا صغيرة بتشكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على كل الزيطة اللي حصلت دي. لانه اللي حصل ده بين انه الشعوب العربية والشعوب الإسلامية لسه فيها نفس. لسه بتحترم مقدساتها، لسه عندها قوة وقدرة إنها تعترض بشكل سلمي. وده مهم جدا، مهم جدا إن احنا ما نردش على أي إهانة، على أي غباء، بإن احنا نزهق روح إنسان مهما كان اختلافنا معاه. وده اللي ديننا واللي قرآننا بيقول لنا عليه. آه، قتل نفس كأنك قتلت كل البشر، وإحيائها كأنك أحييت كل البشر. وده موجود في القرآن في سورة المائدة. فالمطلوب إن احنا ناخد من الموضوع ده فرصة إن احنا زي ما قلت نرجع شواهد، نرجع ونحيي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش بس في العبادات والشعائر، ولكن في المعاملات اليومية. مش بس في الصلاة، مش بس في الصوم، ولكن في المعاملات، في ان احنا نعامل الناس كلها مسلمين او غير مسلمين باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ده المهم. المهم ان احنا نفضل فاكرين الموضوع. المهم ان احنا لو هنعمل مقاطعة تستمر وقت طويل، ما تبقاش هوجة زي ما قلت وتختفي. الناس المسلمين اللي موجودين في أوروبا عليهم دور كبير جدا، لأنه كل واحد موجود هو واجهة لهذا الدين. كل واحد موجود هو نافذة للناس في الغرب عن المسلمين. فانت عليك دور ان انت لازم دايما تفتكر يا سيدي. انا مش بقول لك يعني مثلا فكرة الصلاة او العبادات دي حاجة بينك وبين ربنا، مش انا ما اقدرش ان انا اتدخل فيها. ولكن اللي انا اقدر انصحك بيه واقول لك عليه، خلي خلقك هو خلق الاسلام. خليك ملتزم بأدب الإسلام، بالاحترام، بالتقدير، بالذوق، بالكلام الكويس، بالنظافة. احنا ديننا بيحضنا على كل ده، بيحضنا وبيشجعنا على التحضر، على الرقي، على احترام القوانين، على احترام النظام. ده الجانب اللي احنا لازم نقوله. لازم نحاول كل واحد يغير الفكرة اللي موجودة عن المسلم ان هو كسول ومش بيشتغل وعايز يجي اوروبا عشان ياخد فلوس ويفضل قاعد في البيت ما يعملش حاجة. لانه دي صورة مقترنة عندهم مثلا بناس زي الجيبسيز او الغجر مثلا. فاحنا لازم نبعد نفسنا لان احنا مش كده. فمهم ان احنا ناخد من الموضوع ده فرصة ان احنا نفتكر. ده اللي انا شايفه لازم يكون التفكير الايجابي. مع احترامي برضو لكل الناس، تغيير صورة بروفايل و... وابداء التضامن والتعاطف شيء جميل. والعالم كله بالمناسبة والغرب خصوصا واوروبا وامريكا عملوه قبل كده مع فرنسا. لما حصل تفجيرات قبل كده في فرنسا، والناس غيرت صورة بروفايلها وحطت الشادو بتاع العالم الفرنسي على صور بروفايلاتها. يعني بيعملوا كده برضو علشان برضو في ناس تقول لك ايه يعني هو تغيير صورة اللي هيفرق. لا، هو مش تغيير صورة اللي هيفرق، ولكن هو شكل من اشكال التضامن. ولكن مش هو كل حاجة. مش ان انت غيرت صورة البروفايل وكتبت فداك ابي وامي يا رسول الله والا رسول الله، يبقى انت كده خلاص عملت اللي عليك وشكرا وسلام عليكم وتروح تنام وانت كده خلاص اديت المطلوب. لا، اللي عليك ده في كل حاجة في يومك، اللي عليك ده في حياتك، اللي مطلوب منك ده بما انك مؤمن بهذا الدين
وبما انك مؤمن بهذه الرسالة، وبما انك مؤمن بهذا النبي، ان انت ده يكون انعكاس بقى في حياتك اليومية، في تعاملاتك مع الناس. الرسول قال لك تبسمك في وجه اخيك صدقة، فلازم تكون مبتسم وبشوش. مطلوب منك انك تعامل الناس كما يحب ان يعاملوك، مطلوب منك انك تحترم الناس، مطلوب منك انك تجتهد، مطلوب منك انك تكون جد في عملك، مطلوب منك انك تكون امين صادق. هو ده المطلوب. بالاضافه بقى عايز تعمل بقى الحاجات التانية، مقاطعه وتغيير صوره بروفايل وتكتب وهاشتاج وكل الكلام ده جميل، مش ما اقدرش اقول لك اعمله او ما تعملوش، ترجع لك. بس انا بقول لك هو ايه اللي ممكن الرسول عليه الصلاه والسلام يكون مستنيه منك ومنك، بوجهه نظري الشخصيه البسيطه، اللي قد تكون صح وقد تكون غلط، الحكم لحضراتكم. وفي تعليقاتكم هنشوف آرائكم إيه، ومرحب جدا بالاختلاف معايا في وجهات النظر. سلام عليكم.